ايه دور العلاج الطبيعي في علاج مرض الشلل الرعاش؟ العلاج الطبيعي بيعتبر جزء اساسي في رحله علاج مريض الباركنسونز او مرض الشلل الرعاش، وده لانه بيساعد المريض على تحسين الحركه وتقليل المشاكل الثانويه اللي ناتجه عن المرض، وده بيساعد ان حياه المريض ده تكون جودتها افضل، وده بيحصل من خلال عدد من الاهداف. رقم 1 تحسين التوازن ومنع السقوط من خلال تمارين الاتزان. رقم 2 تقليل تيبس العضلات وزياده مرونه المفاصل. رقم 3 تحسين المشي والتناسق الحركي. رقم 4 تحسين جوده التنفس. واخر حاجه معانا هي تحسين وضعيه الجسم. مرضى الباركنسونز او الشلل الرعاش يكون عندهم حاجه اسمها الستوبد بوشر، يطلع بجسمه لقدام عشان يحافظ على مركز ثقل الجسم ويمنعه من السقوط. وبالتالي مع كل الحاجات دي اهم 3 حاجات بالنسبه لنا في العلاج الطبيعي والتاهيل بنعملها لمرض الباركنسونز، هو اننا بنقلل اعتماديه المريض على اي حد تاني وبيخليه معتمد على نفسه بقدر المستطاع. رقم 2 يحاول يقلل كل المشاكل الثانويه اللي ناتجه عن المرض نفسه، وبالتالي يساعد المريض ان جوده الحياه تكون افضل. وعشان كده العلاج الطبيعي بيكون مهم جدا لمرضى الباركنسونز او الشلل الرعاش. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن مرض الباركنسونز والشلل الرعاش ودور العلاج الطبيعي فيها بشكل ادق، احنا شرحنا حلقه كامله على اليوتيوب بعنوان هل العلاج الطبيعي والتاهيل يدور في علاج مرض الباركنسونز او الشلل الرعاش. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول كومنت. ولو مهتم بالعلاج الطبيعي للاعصاب والعمود الفقري فهنا مكانك. المهم ما تنساش تصلي على النبي. انا مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب. اشوفكم الفيديو الجاي.